السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نعمل مع بعض النهاردة أحلى عصير فريش موفر جدا ومش مكلف، عصير منعش جدا في جو الحر ده. يلا بينا نشوف الوصفة. معايا هنا يوسفي، أي نوع يوسفي بقى أنت عايزاه، بلدي صيني. أنا معايا النوع ده بس صراحة مش عارفة اسمه، اللي عارف اسمه يكتب لي في الكومنتات. هقطعه بالنص كده، سهل جدا ان انت تطلعي منه البذر. طلعي منه البذر على قد ما تقدري، اللي باين قدامك، وبعد كده افتحيه وحطيه في الخلاط واضربيه. هو مش هيبان فيه البذر خالص، هتضربيه بس ما تتكش بس في الضرب قوي. بطلع بس البذر اللي هو باين قدامي. هو اليوسفي دون انا مش عارفه اسمه زي ما قلت لكم، بس ده بيبقى القشره بتاعته لازقه في اللحم بتاع اليوستفندي. لكن لو جبتيه بلدي من السوق او اللي هو الصيني بيتقشر معاكي بكل سهوله. ده برضو ما خدش معايا خالص وقت، قشرته كده واحط بقى اي بذرة فيه بتتصفى بعد كده، ما بيبقاش فيه اي مرارة ولا اي حاجة. بس احنا زي ما قلنا ما نتكاش عليه قوي في الضرب. هو بمجرد ما انت بتضربيه في الخلاط بيضرب معاكي بسهولة جدا، مش بياخد معاكي وقت. بكل سهولة بفتحه من الجناب وبشيل منه الحتة اللي بتبقى من تحت دي البيضة. بس كده. هعمل معاكم واحدة كمان. وممكن ما تشيليش بذرة خالص وتحطيه برضو مش هتحسي بأي مرارة. اعمليه بقى عندك، حطيه في التلاجة، حلو قوي في جو الحر دون. او ممكن تعصري كمية وتفرزيها في الفريزر وتطلعي منها على قد ايه الطلب. بيبقى معايا عصير خام، بتطلعي منها معلقتين، يعني تفرزيه وتحطيه في علبة، ومعلقتين في كوباية بحبة مية ساقعة او تلج. بيبقى جميل جدا. بس كده. هعمل بقى الكمية كلها ونرجع مع بعض تاني. هنا بعد ما خلصت الكمية اللي عندي هحط عليها السكر اللي انت عايزاه. انا هنا حطيت حوالي نص كوباية سكر. هاخده بقى اضربه، بس مش هتك عليه في الضرب زي ما احنا قلنا، هحط عليه بس كوباية مية واحدة ساقعة. هصفيه كويس وزي ما قلتلك ما تقلقيش خالص من البذر، كل دون هينزل في المصفى. جميل جدا يا بنات، وصراحة يعني حاجة موفرة مش مكلفة خالص، وهيبقى عندك احلى عصير. خلصته كده، استصفيته كله. هحطه بقى في شفشة. بس كده احلى كوباية عصير هتشربيها، ساقعة ومنعشة وتحفة تحفة تحفة. اتمنى انك تتابعيني وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ما تنسيش بقى اللايك والشير الكتير عشان غيرك يستفيد. دمتم في رعاية الله وحفظه.